مرحبا. بالنسبة لهالمشكلة هاي حلها شيء من الاثنين. بما انه العيار محطوط على الواحد يعني على اخفض الشيء، فمعناتها لازم تكون العطل من الاوتوماتيك، لانه الاوتوماتيك هو اللي بيتحكم في زمن تشغيل الموتور. فاذا كان الموتور ما عم بيفصل ابدا فهي شغلة اوتوماتيك. اذا كان براد هواء بيكون الاوتوماتيك مو فوق، واذا كان البراد تبريد عادي بيكون اوتوماتيك من تحت. هلا انا هون في عندي تبريد عادي، رح اورجيكم اياه. هذا براد عادي تبريد عادي مثل ما انكم شايفين. هذا من هون فريستو، يعني له فريزر من فوق ومن تحت قسم تبريد. هذا عياره، بيكون اوتوماتيك. هون في هون برغي، بيكون في هون برغي بالعاده، تمام، هون عند جنب الضوء، تمام. بتفكوا هون بتطلع معكم هالشقفه، في هون ورا اوتوماتيك. نفس الشيء في براد الهواء بيكون في اوتوماتيك، بس مو بالبراد اللي تحت، بيكون بالفريزر، بيكون موجود بالصدر. انا راح اورجيك هون وين ممكن يكون. هلا هذا براد على الهواء مثل ما قلنا لكم، بيكون العيار فوق من ناحية الفريزر. هون بيكون هذا العيار، هذا بيكون في وراه يا اما بورد الكتروني يا اما ترموستات عادي. طريقة فكه كتير بسيطة. هون في برغي، هون في برغي تنفك معكم هاي الشوفة، بس لما بدكم تفكوها ما بصير يكون في بوز. بدكم تفتحوا الباب اول شي، باب البراد، شغلة ساعة ساعتين بيحل شوي البوز. بعدين بتفكوا البراغي، بتفكوا هي الظهرية طبعا بعد ما تشيلوا الرف. طبعا هذا الرف، بس ما من هون المشكلة. هذا بده غيار اللي ورا. هذا العيار التحتاني ما دخله. هذا العيار التحتاني اللي هو هذا شايفينه. هذا العيار هذا ما دخله. هذا العيار ما دخله. هذا العيار لفتحة الهواء اللي ينزل لهون، تمام. هاي بالنسبة للمشكلة ان شاء الله.